السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض رز بسمتي. أول حاجة يا ستي بتبقي ما عندك حلة بتسخنيها حلو، تحط في قلبها معلقتين زيت وواحدة سمنة. دايما الرز خلط زيت أكتر شوية. وعندي بصلة أنا اللي مقطعاها، بتحطها الأول تدبل شوية كده. البصل ده بيغيب شوية يا جماعة لما بيدبل، لأنه هو قشرته سميكة كده شوية، يعني طبقاته سميكة شوية مش زي البصل الأحمر. بيغيب شوية لما بيدبل. هتسيبيها لحد ما تدبل. طبعا احنا عاملين الرز ده مع فراخ مشوية، بس أنا طبعا موركوش الفراخ، ان احنا عاملينها مع بعض كم مرة قبل كده. وهي يعني سهلة خالص، انا دايما بعملها في الفرن. عندي ما بيحبوهاش مسلوقة ولا حاجة، بيحبوها في الفرن كده. هنا طبعا مش عارفة كانت اتجنبت مني ليه. تفضلي تقلبي فيها كويس عشان ما تبقاش واحدة واحدة كده. خلاص اللون ده بقى كويس. طبعا بيبقى معاكي كمان ايه خلطة كبسة في اكياس كده تبع فاين فود وكده، زي كيس الفيجيتار كده، بيبقى في قلبه خلطة كبسة. وفي فرط عند العطارين بتجيبي انت بقى، انا دايما بجيب الفرط من عند العطار. بجيب مثلا ربع توم، اللي انا بجيبه بيبقى عندي. دول كانوا معلقتين اتنين خلطة كبسة وواحدة لوم. وهضيف كمان نص عود قرفة، قرفة خشب. بتقلبي طبعا كويس بقى البصل في التوابل بتاعتك دي. كان عندي يعني حوالي كيلو رز بسمتي. الرز البسمتي ما بيتغسلش، ما تغسلوهوش. والرز البسمتي بياخد ميه كتير شويه، يعني الكوبايه بتاخد كوبايتين ميه. انت عايريه، او زي ما انت شايفه، يعني لو متعوده انت تعملي بنظرك كده اعملي، ما بتعرفيش تعملي بنظرك عايريه. جايبه مثلا كيلو، مثلا جيت عايريه لقيتيه كوبايتين، لقيتيه ثلاثه، على حسب حجم الكوبايه اللي انت معايره بيها الرز حطي بيها ميه. الكوبايه الرز بتاخد كوبايتين ميه، الرز البسمتي بياخد ميه كتير لانه بيزيد يعني الكيلو. ده بس ده اقل من كيلو، ما شاء الله ملا الحله معايا، مش زي الرز بتاعنا. لو وصلت لحد هنا معايا اعملي متابعه في القناه، وحطي لي لايك واعملي تعليق. تفضلي بقى تشوحي فيه شويه لمجرد ما يسخن كده، عشان تبقى الرزايه اتغلفت بالسمنه، بالماده الدهنيه اللي انت عامله بيها، سواء سمنه او سواء زيت. عشان يبقى مفرفر كده، يبقى واحده من واحده، ميبقاش ماسك في بعض. تبدأي بقى تزودي ميه من عندك. شوفوا من الرز لحد فين والميه لحد فين. حوالي يعني فوق الرز بقدها ميه تاني. طبعا هتحطي ملحك بقى، ده نص عود قرفة خشب. وهتظبطي ملحك بقى. سيبيه. طبعا الفراخ زي ما احنا عملناها، بتبلها عادي من بالليل خالص، بقطعها اربع وتبلها من بالليل. بصلاية، توم، جزر، فلفل اخضر، فلفل حامي. انا دايما بدخل فلفل الحراق ده في كل اكلي، بس يعني ما بحرقوش أوي عشان خاطر معايا اطفال. فلفل اخضر بارد، وفلفل حامي، عود خضار محشي، ليمونه، توابلك كلها بقى اللي عندك. وتتبليها بيها، وتاني يوم تحطها في الفرن. بس انا بحطها الاول على البوتاجاز حوالي 10 دقايق كده، بحيث ان هي تنزل اي سوائل فيها الاول تشويحه كده، وبعدين ادخلها الفرن. بشغل من تحت بس، ما بشغلش من فوق عشان خاطر ما تحمرش من فوق وهي لسه ما استوتش. لا، بشغل من تحت الاول، مجرد ما بحس انها استوت بعملها بشوكه كده الاقيها استوت. بولع من فوق تاخد اللون. هي بتستوي، ما بتزودش ما بتزودش اي حاجه. هنا الرز طبعا كان شرب ميته، شوفوا ما شاء الله الكميه ضعفت ازاي. ده حوالي كيلو الا ربع رز بسمتي، انا عندي عيالي بيحبوه، يعني ده دايما مطلب جماهيري الرز ده. هو بيبقى حلو مع كفتة، مع لحمة ببصل أو لحمة مشوية. وبيبقى حلو برضو مع الفراخ. ما بيتاكلش إلا مع الثلاث حاجات دول.
طبعًا كنت أنا وطّيت عليه، هنا بقى كان استوى خلاص. شوفوا ما شاء الله الحلة بقت قد إيه رز، يعني يرمي معاكِ كمية محترمة. لو عاملة عزومة تقدري مثلًا تغرفيه في سرفيس كويس كده، هتلاقي ما شاء الله قدامِك كمية رز كويسة. أنا ساعات باضيف له فراخ لمّا ابقى مش عاملة معاه فراخ، قطع فراخ في قلبه كده، باخلي الصدر واقطّعه مكعبات واحطه مع البصلاية تتشوح، عادي جدًا باكمّل رز نفس الطريقة اللي أنا عملتها قدامكم حالًا دي ونفس الخطوات، وبتستوي الفراخ معاها وبيبقى تحفة. ده لمّا ابقى مثلًا مش هاعمل معاه فراخ. ال البتاعة اللي قدامك دي تومية، شبه صلصة الكشري كده شوية. يعني باعمل تومة وخل وبتاع جرّبيها بس مع الرز ده وهتدعي لي، بتبقى طعمها جميل. أنا دايمًا باعملها مع الرز البسمتي. بتتبّلي فصّين توم، وبعدين أول ما بيبدؤوا يصفروا تقومي حاطة عليهم ربع كوباية خل، وبعدين بتحطي طماطمِك تكون متصفية تتسبِّك حلو مع الخل، وبعدين تقومي جاية مزوّدة مَيّة وسايباها تغلي، بس كده.